السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قصة جديدة وحكمة للعبرة ناخذها أنها شنو وقع لواحد شاب فقير سميتو يونس. هاد الشاب يونس كان عنده واحد أرض صحراوية قاحلة لا تنبت شيء، وكان كيحاول أنه يزرع فيها وما كتنبت ليه والو. المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة لا تنبت له شيء، وكان هاد يونس متفائل وعنده الصبر انه باش يقلب على القوت اليومي ديالو. قال شنو غادي ندير؟ انا نجمع الحطب اللي كاين في داك الارض نبيعو باش نتقوت. المهم مرات الاسابيع والشهور فراى رؤيا انه ملك يقول له ازرع بذره واحده، ازرعها فانها بذره امل، اسقيها كل يوم. فاق يونس فرحان ومشى للارض كما انه راى في المنام ديالو، شد واحد البذره زرعها وبدا كيسقيها كل يوم رغم ان ديك الارض قاحله ولا تنبت شيء. الاسبوع الاول، الاسابيع المقبله، الشهور، فرآه الناس ديال القريه بقاو كيضحكوا عليه. يونس واش انت احمق؟ واش انت مسطي؟ الارض قاحله لا تنبت شيء وانت زارع حاجه تبقى تسقي فيها كل نهار؟ فكان يبتسم ويقول لهم كلامه سبحان الله فيه حكمة وفيه موعظة. كان يقول لهم الأرض تنبت بالماء والقلوب تنبت بالأمل. كلامه موزون وسبحان الله. فمرت الأسابيع والشهور، فجاء واحد الاختبار مع سيدي ربي سبحانه وتعالى، أنه جاء واحد المطر، جاء مطر كتير، وداك المطر لما جاء كتير جرف هذاك الشيء اللي كاين كامل. هو مطر رحمة ولكن جرف معاه داكشي اللي كاين الفوق. يونس قال يكون هاد البذره اللي كنت زارع غتكون مشات، ولكن امل الاخر ديالو كيقول انا كنت كنسقيها كل نهار درت ليها عليا. فمشى ذهب يتفقد بعد ملي وقفات الشتا وفقف داكشي، مشى كيتفقد البذره ديالو، فوجد ان البذره اللي كان كيسقيها كل يوم دارت واحد الجذور عميقه في الارض. فتعجب وبقى كيشوف، قال سبحان الله هذاك الجهد اللي كنت كنجهدو ما مشاش هباء منثورا. ومرات من بعد اسابيع وشهور فاصبحت تلك الشجره شجره خضراء كبيره وزوينه وعندها فاكهه زوينه، وكل مره عنه القوم كيقولوا ليه ما شاء الله هذه الشجره كيفاش زوينه، اشنو درتي؟ القصه والعبره كتعلمنا ان مع الشده وان مع الصبر وأن مع التفاؤل واليقين بالله سبحانه وتعالى، كأن الملك يقول للعبد يعني يونس أنك لما ديك البذرة اللي كان كيزرعها في القلب ديالو، بذرتين، بذرة في القلب وبذرة في الأرض، وباليقين ديالو آمن بها بأنه سوف تنبت ويوميا كيسقيها وآمن بالمسائل ديالو، ربي ما ضاعش ديالو. وجاء الاختبار من بعد يتصحاب لأنه مشى، ولكن الله عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه العبرة والحكمة نستنبط منها أنك شوف، مهما بغات تكون الفقر، مهما بغات تكون الأمور قاسية، فزرع في قلبك بذرة أمل ويقين بالله سبحانه وتعالى. وأنا غنزيدكم حاجة، البذرة كل يوم قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الصبح، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، واسقيها كل يوم بركعتين قبل ساعة قبل صلاة الصبح، فترى العجب العظيم في الدنيا والآخرة. دمتم في رعاية الله.